يشتغلوا. Artificial intelligence will take away all our jobs. Dangers of AI. يتطور الذكاء الاصطناعي. could leave everyone unemployed. Sort of mid-level engineer that you have at your company. Job loss. The AI will be able to do everything. الموضوع بدأ لما لقيت حد بيسأل على جروب للمبرمجين هل البرمجة لسه تستاهل ولا ال AI هيبدل المبرمجين. السؤال ممكن يبان ليك قد ايه هو سؤال ساذج، بس في الحقيقة ال AI هيبدل المبرمجين. وهنا انا بتكلم عن الناس اللي شغلهم مقتصر على مجرد كتابة الكود حتى لو قادرين انهم ينفذوا مشاريع كاملة لوحدهم. خليني اوضح لك اكتر. انا لو جينا نقول ان كل مهاراتك انك بتعرف تكتب كود بلغة برمجة معينة وكل الخدمات اللي انت بتقدر تقدمها للي حواليك هي خدمات محدودة زي انك بتعرف تعمل ويب سايتس بس، فساعتها ده هيكون مصيرك. ببساطة انت اتبدلت بأداة قادرة تقدم نفس اللي انت بتقدمه بجودة اعلى واسرع واحيانا بتكلفة اقل. الفترة اللي فاتت من اكتر المجالات اللي كنت تقدر تقول عليها ترندي هو مجال الاونلاين كوتشنج. المجال ده ببساطة كان بيقتصر على ان بيبقى فيه كوتش بيشوف هدفك التدريبي ايه وبناء عليه بيبدأ يصمم لك برنامج غذائي وتدريبي. وزيه زي اي مجال المنافسة فيه زادت وبدأ يحصل له تشبع، وحصل نفس النقطة وطلع سوفت ويرز كتيرة قادرة ان هي تصمم برامج لاغلب العملاء. الاونلاين كوتشز اللي شغلهم كان مجرد بيقتصر على تقديم برنامج غذائي وتدريبي بدأت تطلع ادوات وبدلت شغلهم، ونسبة منافستهم في السوق قلت وتأثروا بشكل كبير، في حين ان الكوتشز اللي بدأوا يفكروا ويطوروا من ناحية البيزنس وبدأوا يشتغلوا على تقديم تجربة استخدام فريدة مش مجرد بتقتصر على برنامج غذائي او تدريبي يتبعت لك. هم دول نسبة مشاركتهم في السوق كبرت وبقى من الصعب ان تيجي اداة تستبدلهم، او بمعنى اخر القيمة. تعود دايما ان اي حاجة في حياتك تفكر ليها من ناحية القيمة وتسأل نفسك انا كسوفت وير ديفلوبر ايه القيمة اللي انا بقدمها، وهل الخدمة اللي بتقدمها هي مجرد خطوة بسيطة من وسط خطوات تانية اكبر. بص خليني اوضح لك انا اقصد ايه. يعني هل انت كشخص لما بتيجي تشتغل على مشروع برمجة كل اللي بتعمله انك مجرد بتبص على المتطلبات اللي مبعوثه لك، ولا بتعمل جهد زيادة في انك تعمل ريسيرش كويس عن المجال اللي المشروع البرمجة اللي انت شغال عليه بيخدمه، وهل بتبدأ تدور على مشاريع مشابهة للمشروع اللي انت هتشتغل عليه وتبدأ تشوف ايه المميزات اللي المشاريع دي بتقدمها، هل بتفكر في افكار تقدر تزودها على المشروع اللي بتشتغل عليه، تسأل نفسك ايه المشاكل اللي الافكار دي تقدر تحلها، تبدأ تعرض الافكار دي سواء لو انت شغال في شركة فتبدأ تعرضها على التيم ليدر بتاعك، او لو انت شغال فريلانسر فتعرضها على العميل اللي انت شغال معاه. زيك بحب الواقعية ومش بحب الكلام اللي كله مثالية. بنسبة كبيرة لو في فريق عمل وعرضت فكرة بره متطلبات المشروع هتترفض تحت مسمى انك تلتزم بالمتطلبات وبس. ساعتها تقدر تجيب ايميل الشركة او العميل صاحب المشروع اللي انت شغال عليه وتوضح له مقترح في اطار العمل جوه الشركة وتوضح له ازاي المقترح ده يقدر يستفاد منه، واوعى تجاوب على نفسك باجابة زي ان دي مش وظيفتي او ان ده مش الدور بتاعي، لان ببساطة الزمن اللي احنا بقينا فيه ده بقى زمن خالي من التايتلز او المسميات الوظيفية. الموضوع كله بقى بيقتصر الشخص اللي قدامي ده قادر يقدم لي ايه زيادة، وده اصلا صلب الموضوع هو ان بقى في ناس كتير بتقول ان ما بقاش في شغل في البرمجه وانهم بيقدموا على شركات كتير والشركات مش بترجع تكلمهم، ببساطه لان في زيك كتير قوي، فرص كتيره بس الناس المؤهله بقت قليله جدا. وعشان ما تتبدلش بالاي اي لازم تفهم ان الاي اي هو مجرد اداه تقدر توظفها، وتفهم كويس ان دورك هو دور التفكير وانك تبقى زي المايسترو اللي بيحرك الادوات دي وبيبدا يستخدمها في الوقت المناسب، وتبدا تكرس وقتك في انك تبدا تطور من السوفت سكيلز بتاعتك، زي انك تبقى فاهم اصول البيزنس وانك انت تبقى متابع كل التطورات في المجال بتاعك وما تبقاش حاصر تفكيرك كله في نقطه انك شغال بلغه برمجه معينه. لغات البرمجه ما هي الا مجرد طريقه او وسيله بيها تقدر تتكلم مع الكمبيوتر. في فرق شاسع وكبير جدا ما بين انك تبقى فاهم لغه برمجه معينه وانك تبقى فاهم الاصول اللي مبني عليها علوم السوفت وير ديفلوبمنت، تتعلم وتفهم ازاي تبقى سوفت وير انجينير، يعني تبقى فاهم ايه الادوات او انهي لغه برمجه مناسبه للمشروع اللي انت شغال عليه من حيث البودجت والوقت المتاح للمشروع ده، وازاي انك تبقى قادر تعرض فكره المشروع اللي انت شغال عليه لصاحب المشروع وما تبقاش مجرد بتعرض الفكره من ناحيه تقنيه، لكن تبقى كمان قادر تعرض الفكره من ناحيه البيزنس، وازاي انك تبقى قادر تفكر في افكار بيها تقدر تطور المشروع اللي انت شغال عليه. لو نظمنا كل الكلام اللي احنا قلناه هنطلع ب5 نقط اساسيه انت محتاج تتعلمهم او تطور مهاراتك فيهم. واول نقطه وهي انك تتعلم ازاي تفهم البروبلم ستيتمنت للمشروع اللي انت شغال عليه، وتقدر تعرف اكتر من مصادر زي جوجل ديزاين سبرنت او كتاب زي كتاب ذا ديزاين اوف افريداي ثينجز. وتاني مهاره انت محتاج تشتغل عليها او تطورها مهاره زي اللوجيكال ثينكينج والبروبلم سولفنج او التفكير المنطقي وحل المشاكل. وهتلاقي مصادر كتير جدا على النت تقدر تتعلم منها زي كتاب هاو تو سولف ات. وتالت نقطه معانا وهي نقطه اليو اكس وانك تتعلم ازاي تقدر تفهم اليوزر بيهيفير. النقطه دي مهمه جدا لانها هتساعدك ازاي تفهم نمط مستخدمين المشروع بتاعك. فانصحك جدا انك تبدا تعمل سيرش كبير عن التوبيك الخاصه باليو اكس، وبرضه هتلاقي مصادر كتير ومنها كتاب زي كتاب دونت ميك مي ثينك.
ورابع نقطة وهي انك تحاول تتعلم بدري جدا في الكارير بتاعك عن السيستم ديزاين، وتفهم المبادئ والاساليب واللي عن طريقها تقدر تتعلم ازاي تبني سيستم كامل من الصفر، وتتعلم ازاي تقدر تحل كل البوتل نيكس اللي موجودة في السيستم بتاعك. وخامس واخر نقطة معانا وهي نقطة الكوميونيكيشن والبرزنتيشن سكيلز، وانا مش هقدر اوصف لك قد ايه المهارة دي واحدة من اهم المهارات اللي تقدر تغير حياتك كلها. ان مهما كنت انت شاطر او شغال على مشروع قوي لازم تتعلم ازاي توصل فكرتك للناس اللي قدامك، وازاي تعرض عليهم حلول مختلفة وتقنعهم بحل بدل التاني، ازاي تقدر تعرض فكرتك لناس ما عندهمش تكنيكال باك جراوند او ناس مش فاهمين اساسا السكوب اللي انت بتتكلم فيه، تتعلم ازاي تبسط كلامك او تخاطب اللي قدامك على قدر العلوم بتاعته، وما تضحكش على نفسك بكلام زي انك خجول او ما بتعرفش تتكلم كويس، لان البساطه دي زيها زي اي مهاره تقدر تتعلمها وتكتسبها وتطور منها. كلامي ده مش معناه ان لو دورك الحالي حتى لو بيقتصر على مجرد كتابه الكود فهو اصبح دور مش مهم، لكن اللي اقصده انك تطور من نفسك وتبقى البوصله بتاعتك هو سؤال ايه القيمه اللي بتقدمها، وتبقى عارف كويس قوي ان طول ما انت فاهم الاركان الاساسيه اللي بيقوم عليها العلوم اللي مبني عليها مجال زي مجال السوفت وير ديفلوبمنت، هتبقى مجرد اداه بتختارها بناء على المشروع الحالي اللي انت شغال عليه والوقت والتكلفه المتاحه، ان الاي اي هي مجرد اداه زيها زي ادوات كتير جدا بتخش في عمليه تنفيذ المشروع، هتقدر تستغلها في انك تخلص الشغل الروتيني اللي كان بيضيع لك وقتك، وتستثمر وقتك اكتر في الحاجات اللي بتحتاج منك تفكير ابداعي ومنطقي. يعني لو رجعنا للمثال اللي احنا قلناه في اول الفيديو، بدل ما نطلب من الاي اي انه يعمل لنا ويب سايت طلبنا منه انه يعمل لنا مشروع كامل، وطلبنا منه انه يحط لنا الخطه كلها ويقول لنا الادوات اللي هنستخدمها ويعمل كل الريسيرشز المطلوبه وبعدين يبدا في البرمجه، فساعتها ببساطه مش هيقدر يعمل كل ده ويبدا يحصل له هالوسينيشن او ان هو يبدا يقول كلام مش براكتيكال او ما تقدرش تستخدمه، لكن يقدر ينفذ الاجزاء البسيطه اللي الكودرز بيعملوها. على سبيل المثال لو انت بتبني ساس برودكت فطبيعي الساس برودكت ده هيكون ليه صفحه تعريفيه او ويب سايت تعريفي، فساعتها تقدر توفر على نفسك شويه وقت وتدي للاي اي موديل الصفحه التعريفيه دي عشان ينفذها لك. ببساطه هو ده الاي اي، مجرد مكعب بسيط من مكعبات كبيره جدا بيقوم عليها المشروع. سلام.